السلام عليكم. في تراثنا الشيعي تقول الروايات الشيعية أن الإمام المهدي عليه السلام لكي يخرج ويظهر يحتاج إلى 10,000 إنسان شيعي مؤمن يكونون أنصار وجنود للإمام حتى يخرج ويظهر بهم الإمام عليه السلام. وبمجرد أن يتحقق ويتواجد ويتوفر هذه توفر 10,000 إنسان شيعي مؤمن، سيخرج الإمام وسيظهر علمه ويفسر القرآن ويوضح البينات ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويرد على الفساد والمفسدين ويحقق دولة العدل الإلهي. لكن المفارقة يا أخوان أنه عدد الشيعة الآن أكثر من 500 مليون شيعي إلى 600 مليون شيعي. وفقط في الزيارة الشعبانية في 15 من شعبان ذكرى ولادة الإمام المهدي أكثر من 6 مليون شيعي ذهبوا في زيارة كربلاء يبايعون الإمام المهدي ويدعون بالفرج لتعجيل ظهور الإمام المهدي، وكلهم يقدمون الغالي والنفيس للتضحية ونصرة الإمام المهدي، إلا أن الإمام المهدي لم يخرج بهم. فالسؤال هنا يا أخوان، إذا كان عدد الشيعة أكثر من 500 مليون شيعي إلى 600 مليون شيعي، وفقط في الزيارة الشعبانية اللي راحوا من العراق إلى كربلاء في ذكرى ولادة المهدي الذين يريدون مبايعة المهدي ونصرة المهدي أكثر من 6 مليون شيعي، فلماذا لا يخرج المهدي؟ لماذا هو مفارق للقرآن ومخالف للقرآن وقاعد عن فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقاعد عن التبشير والتنذير وكاتم لعلمه وكاتم للبينات وساكت عن الفساد والمفسدين وعن الميليشيات التي تؤسس باسمه وتقتل الناس باسمه، وقاعد عن هذا الاختلاف وغير مقيم لدولة العدل الإلهي، وأكثر من 1200 سنة هو تارك لوظائف الإمامة ووظائف الإمام، فضلا عن وظائف العالم التي كلف الله سبحانه وتعالى بها أي عالم من إظهار العلم والبينات وما شابهها ودفع الاختلاف ورد على الفساد والمفسدين. فهل يعتقد هذه سؤال العقلاء، هل يعتقد الإمام المهدي أن هؤلاء الشيعة الأكثر من 500 مليون إلى 600 مليون كلهم فسق فجرة ليس فيهم 10,000 إنسان شيعي مؤمن؟ 10,000 فقط، وعندنا 600 مليون شيعي. المليون الواحد بألف ألف، المليون الواحد ألف. فمعقولة دولة 600 مليون شيعي ما بهم 10,000 إنسان مؤمن شيعي مؤمن يخرج بهم الإمام؟ فوين المشكلة يا أخواني؟ هل المشكلة أنه المهدي يعتقد أن هؤلاء الشيعة مع احترامنا، لكن هذا سؤال، يعتقد بهم فسق فجرة وما بهم 10,000 إنسان مؤمن يخرج بهم؟ لو هو هذا يريد يبرر قعوده وتخاذله للأسف الشديد وانسلاخه عن آيات الله، بحيث هو أكثر من 1000 سنة قاعد عن وظيفة الإمامة وقاعد عن التبشير والتنذير وكاتم للعلم والبينات وكاتم للعلم وقاعد عن وظائف الإمامة، فيبرر لهذا القعود ولهذا السكوت ولانسلاخه عن آيات الله وعدم عمل بعلمه بأنه يتهم الشيعة بأنهم كلهم منحرفين وضالين وما بهم 10,000 إنسان صالح يخرج بيهم. فوين المشكلة يا أخواني؟ أجيبونا يا أخواننا الشيعة، المشكلة بيكم ما بيكم 10,000 إنسان مؤمن صالح؟ لو المشكلة بالمهدي؟